في بداية الفيديو علمي ولا حقيقة في العلم، ولو انت مش محب العلم ففضل اطلع من دلوقتي. مش عايز حد يقول ان بفسد اخلاق الناس، مش كفايه اسم احمد؟ اولا ربنا بيقول في سوره الذاريات الايه 56: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وروي عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتم اعلم بشؤون دنياكم. وهسيب لك الحديث كله تحت في الديسكربشن. والمقولة الشهيرة لعبد الله بن عمرو بن العاص: عيش دنياك كأنك تعيش أبدا، وعيش لآخرتك كأنك تموت غدا. تمام، احنا ممكن نقفل الفيديو لحد كده لو الإجابة دي كافية ليك، لكن انت لو زي من محبي الحقيقة في العلم فكمل الفيديو هتنبسط. السلام عليكم، صباحكم مساكم فرح. في 5 كلام كده تعالوا نتخيل انت عملتها كم مرة، والمرة الواحدة كان فيها كم حيوان منوي. يسافر يا اللي ما عندكش دم، شوف كم بابا بتندع عليك وانت عادي كده. تخيل بقى والدك فرس كم حيوان منوي قبلك وبعدك، ومفيش غير حيوان واحد بس البويضة اختارته وانت جيت منه. ما فكرتش او ما فكرتيش ان دي اشارة وان في فايدة فعلا من وجودك انت في الكون ده؟ ربنا لما خلقنا وخلق فينا كل حاجة زود عليها الموهبة والشغف بالاشياء، خلى لكل واحد فينا حاجة جواه تخليه ياكل عيش، بعيدا بقى عن خبراته وتعليمه وعيلته. ولو انت شايف انك ما عندكش موهبة زي حموصة كده، لا راجع نفسك وراجع نفسك وشوف انتوا مبدعين في ايه. هتلاقوا لو حاجة واحدة بس بتعملها وانتوا مبسوطين على الأقل أو شاطرين فيها جدا، انت ليك فايدة. ما تقولش انا عايش ليه، ماشية بيا ماشية بغيري. لا، صلي على النبي في قلبك كده وخد حاجة حلوة. تعالى نكمل الفيديو. انا اتخلقت انسان معبر، بيفكر، مبدع. افتكرت بفكر كويس. اتخلقت ذكر وربنا من عليا واخترت ان اكون راجل، او انت بنوته وست البنات كلهم وربنا من عليك ان تكوني موهوبة عندك كاريزما، او انت خجولة وربنا من عليك تتسمي بالحياء. whatever، مثلا انا اتخلقت قوقازي او زنجي او اشقر، مواصفاتي عبارة عن كذا. وتعالوا نعد النعم اللي معانا: بشوف، بسمع، باكل، بشم، عندي صحاب، عندي عيلة، عندي شغل، معايا شهادة، متعلم، عندي أشخاص أو كيان بيحتويني. ده اللي عندنا كلنا بس بنسب متفاوتة. عدوا بقى المميزات اللي عندكم ومش مع غيركم، هتلاقوا إنكم فعلا مميزين ولو حاجة واحدة بس. وما تبصش على اللي عندهم مش عندك، لأن أنت لو رجعت لنفسك هتلاقي أنت عندك حاجة مش عندهم. وليكن في الرسم والتخيل، ممكن أربط موهبتي بالشهادة وبالشغل، فبقت موهبتي ودراستي وشغلي في الحاجة اللي أنا بحبها. مارست الحاجة اللي بحبها، درست الحاجة اللي بحبها، اشتغلت في الحاجة اللي بحبها، وكل بأمر ربنا طبعا. طب احنا مش لاقيين موهبة ومش عارفين احنا مميزين في ايه، فاختبر نفسك واختبري نفسك. بنحب ايه؟ ايه اكتر حاجة مش حرام بنروح لها بخيالنا او بنعملها بحرفية، حتى لو كانت حوزة التنظيم والاعتناء بالشكل؟ ممكن منها او مصمم او ويدنج بلانر او منسق منتجات. طب لو احنا دلوقتي كبار وفوق ال 22 سنة ومش شغالين بشهادتنا بكيفنا أو غصب عننا، طب نسيبنا من الشهادة دلوقتي؟ هي مش مقياس لو احنا مش عارفين نستغلها ونحطها في المكان الصح. لو عارفين شهادتنا بتوصلنا لأنهي كارير وعارفينه كويس وعارفين سوق العمل الخاص بتخصصي محتاج ايه وطورت مهاراتي فيه، ليه ما اشتغلش بشهادتي؟ طب لو شهادتي وتخصصي الأكاديمي مش متاح شغل ليه، أو أنا مش عايز أشتغل بشهادتي، أو أنا ما كانش معايا شهادة أصلا، هعمل ايه بقى من النعم اللي عندي كلها واستغل موهبتي اللي انا اكتشفتها؟ اذا كانت موهبتي ديت في صوتي او كتابتي او رسمي او بجهاز الكمبيوتر بتاعي او تليفوني او بعلاقاتي وخبراتي اللي انا اتعلمتها في حياتي، اذا كانت في دراسة، اذا كانت في شغل، اذا كانت من عيلة. تخيل بقى الامكانيات دي كلها اللي معاك، اذا كانت خاصة بشهادة او بمهارة او بشغل قديم، تأهلنا نكون ايه دلوقتي او في المستقبل القريب بعد كام سنة. دور جوه نفسك ودوري جوه نفسك قبل ما تكونوا في نص الكارير ومعاكوا التزامات، وكل واحد يسأل نفسه انا بعمل ايه هنا. مرة واحدة هتفوق هتلاقي نفسك المكان ده مش بتاعك، مش لاقي نفسك هنا، ولا انت عارف تتأقلم مع الشغل ده ولا مع الناس دي ولا مع الحياة دي. وساعتها ممكن ما نعرفش نختار بين اننا نمشي في سكة جديدة او كارير مختلف، وبين اننا ستيل زي ما احنا في نفس الكارير احنا متعودين عليه وعارفينه. وده بيتوقف على انت جيت الدنيا ليه. في الفيديو اللي جاي هنقولكم ازاي نعمل شيفت كارير وسط مسؤوليات والتزامات في حياتنا، وازاي نعرف نختار الانسب لينا. وبس كده خلصنا. في حاجات تهمك وتهمك في الحلقات الجايه، فما تنسوش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان توصلك كل بحاث الباحث. ويا رب ما بسطين على طول مودكم لذيذ وايامكم كلها لطف. كيب سمايلون واشوفكم في بحث جديد.